مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة، حلقة من برنامج الاستوديو التحليلي على قناة RTV سبور. RTV سبور اللي اختارنا فيها باش أنه نقدموا مواضيع تكون عندها قيمة وعندها دلالات، ولكن مع ضيوف اللي ممكن أنه غادي يقوموا بالتحليل ديال واحد الوضعيات اللي كتكون كتعلق بالرياضة الوطنية كلها، فيها كرة القدم، فيها الألعاب الرياضية الأخرى الجماعية، وكذلك الألعاب الفردية وكل التحولات اللي ممكن أنه تعرفها الرياضة الوطنية في ظل ما تعيشه اليوم بلادنا من انسجام ومن توافق ومن كذلك نجاحات كبرى على جميع المستويات. تحديدا يمكن نهضروا على كرة القدم. اليوم الضيف اللي معنا غادي نحاولوا من خلال أنه استضافته في هذه الحلقة التحليلية نواكبوا معه ونناقشوا معه ثلاثة المحاور الأساسية اللي هي عندها قيمة اليوم في بلادنا، واللي اليوم كذلك الجميع يتحدث عنها في الداخل وفي الخارج. كيتعلق الأمر بالمنتخب الوطني المغربي، أو لنقل المنتخبات الوطنية لكرة القدم كلها، لأنه كنهضروا على الإي 17 والإي 23 والمنتخب الكبار والمنتخب النسوي والفوتسال وجميع الرياضات المتعلقة بكرة القدم اللي بلادنا اليوم واخذة الطريق ومرسومة الطريق ديالها باش أنه تقدم الفرجة العالمية وتقدم المغرب كذلك بطبق مهم جدا للعالم من خلال النتائج اللي كيحققها. ولكن كذلك كيمكن لنا أنه داخل الاستوديو ديالنا التحليلي أنه نناقشوا القضية ديال الرياضة من جوانب أخرى. هذا موضوعنا الأول ما يتعلق بقضية المنتخب الوطني المغربي والاختيارات ديالو اليوم، وتغيير الناخب الوطني بمحمد وهبي اللي قدم لائحة جديدة كتضم 28 لاعبا كينتميوا للبطولات الأجنبية وكذلك هذه المرة للبطولات المغربية، من خلال اختيار عناصر تمارس إلى جانب أهم الفرق الكبرى، منهاج فريق الجيش الملكي اللي أعطى لاعبين بقيمة كبيرة غادي نتذكروا عليهم وغادي نتحدثوا عليهم مع ضيفنا اليوم. المحور الثاني اللي غادي نحاولوا نناقشوا فيه اليوم هذا الملف ديالنا، وهذا الملف اللي كنعتبروه اليوم ملف خاص جدا، هو قضية ديال كأس إفريقيا 2025 والنتائج اللي عطاتها الاستئناف ديال الاتحاد الإفريقي، واللي اعتبر بأنه الكرة المغربية تفوقت على مستوى القضاء. القضية اليوم ما بقاتش في الاتحاد الإفريقي، غادي تمشي للطاس، ونشوفوا مع ضيفنا اليوم انه شنو النتائج اللي ممكن تعطينا، واش فعلا انه اليوم غادي نهضروا على انه المغرب حقق الاهم وعاد بالكأس من اجل يعني انصاف حقيقي للرياضه الوطنيه ولكرة القدم الوطنيه. وغادي نختموا نقاشنا كذلك اليوم بالطفره النوعيه اللي عرفها فريق الجيش الملكي بتاهله لنصف النهائي ديال كأس الافريقيا للأبطال اللي كان حصل عليها مرة واحدة في حياته في سنة 1985. اليوم كيرجع من بعيد وكيعطينا هذا التأهل، ولكن هذا التأهل بطعم آخر، لأنه جاء بانتصار وبفوز وبعودة مهمة جدا من الديار المصرية. يسعدني أن أستضيف اليوم المحلل الرياضي سي عمر حيدر، اللي هو كذلك فاعل أساسي في كرة القدم ديال الجيش الملكي كمسؤول في الإدارة ديال الجيش الملكي سابقا. سي عمر، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. مساء النور سي الوردي، مساء النور، عيد مبارك سعيد، مساء النور ليك الإخوان المتتبعين. نتمنى على الله أنه العيد يدخل عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله، والانتصارات بالنسبه للفريق الوطني ديالنا. سي عمر، حنا سعداء انه قدرنا نجيبوك وتكون حاضر معنا في هذا اللقاء التحليلي للرياضه الوطنيه لكره القدم في ثلاثه ديال المحاور كيف ما سمعتي. غادي ننطلقوا بالمحور الاول اللي حنايا امامنا، هو المنتخب الوطني المغربي. الناخب الوطني محمد وهبي اليوم عطانا صوره انه اختيارات جديده بمنطق جديد، باختيار ديال انه 28 ديال اللاعبين اللي جاوا جداد فيهم عناصر جديده، منها الابعاد ديال 12 عنصر من العناصر اللي كانت الى جانب وليد الركراكي. كيفاش كتقرا هذا التحول وهذه الاختيارات ديال الناخب الوطني الجديد؟ وهي مساله طبيعيه دابا، وانا كنهنيه وانا من الناس اللي فرحانين بالسي وهبي صراحه. كان يقدر يكون وهبي، كان يقدر يكون السكيتيوي مثلا، الناس اللي برزوا في الساحه الوطنيه في الساحه الدوليه. الشامبيون دي موند ماشي سهله، سي ان تيتر اللي ماشي بزاف الناس عندهم باش نعرفوا شنو كنقولوا. سي نورمال ان اونترينور مي غيجيب عنده ان شوا، خلاه ينوساتور سو كي تري انتيليجون. الراجل عارف اش كيدير، وكاينه اداره تقنيه حتى هي عارفه اش كاينه.
خلى ينوساتور ديال الفرقه، حيد الناس اللي خصهم يتحيدوا، اللي هو بانوا ليه خصهم يتحيدوا، حيدهم من حقه، وراهم حنا كنعرفوا كل شيء. وثانيا حاجه اخرى، ما يمكنش عندك من ليكيب دو جون شامبيون دو موند وما يكون حتى واحد. راه هذا هو اللي يعيب على طريق على المدرب السابق السي ركراكي. انت عندك اون ايكيب دو جون شامبيون، انت غيكون هذا الجوار ماتور الى 21 عام وما تلعبوش في الفريق الوطني. انت غيلعب هذا الجوار هذا، الناس كتلعب. نعطيو الامثله ديال لي كلوب، نعطيو الامثله ديال لي زيكيب ناسيونال، الجوار ديال 18 19 20 عام تبارك الله. وهذاك كي اوريجينير دو ماروك، هذاك الاول ديال الاسبان يامال، شحال في عمره لعب ليكيب دا شامبيونات دوروب، شحال في عمره؟ ما عنده 17 عام. وعلاش حنايا نبقاو نتسناو؟ شنو غادي نتسناو؟ لا ماشي دفاعا، لا الناخب الوطني السابق، لا شخصيا انا ماشي دفاعا. غادي نسولك واحد السؤال، ماشي دفاعا على الناخب الوطني السابق اللي وليد الركراكي، وانما غادي نقول انه غادي نسولك واش هذا الوقت اللي اليوم بقى لنا والو 3 شهور ولا شهرين ونص باش نوصلوا لكاس العالم ونديروا هذا لو شونجمون راديكال في ليكيب ناسيونال. وانا غنسولك، غادي نجاوبك بسؤال اخر. وليد الركراكي جبناه شهرين قبل لا كوب دي موند 2022. غادي تقول لي بقات ليكيب، كان مشكل ديال زياش مع المزراوي، نجيبو هومادي، المشكل مع وحيد، تقريبا لا ميم شوز. هذا الا جا عنده اون ايكيب ديالو، هذا راه جاي افيك ان تيتر، راه ما عندكش كنا با بوكو لو شوا دو ديسكوتي افيك لو عنده ان تيتر. تقول لي الكونترا فيها 6 شهور فيها 4 شهور، فيها اللي بغى يكون عنده غيلعب الشامبيون دو موند، يلعب الشامبيون دو موند سير بحالك، ما عندكش مشكل. كتدخل في البالماريس ديالك. كان يقدر يكون هو، كان يقدر يكون سكيتيوين، كان يقدر تكون تاع عموته. وعلاش ما كان سكيتيوين في نظرك؟ شوف حسب ما قرينا وحسب ما سمعنا انه سكيتيوين مشكل، يمكن بغى كونترا برولونجي، يمكن بغى بزاف د الوقت، يمكن الله اعلم، حنا ما عارفينش. لانه مع الاسف حنا ما عندناش لا بريس دانفستيغاسيون، ما عندناش، ما كيعطيوناش الخبر، ما كنثقوش الخبر. حنا كنلقطوا الخبر على لي ريزو سوسيو اللي فيك نيوز فيهم 99%. اما بالنسبه للوليد كان الله يجعل البركه، ما نكونوش حنا ما نكونوش ما ننساوش الخير. فرحنا هز بيدان صح، داك الظروف عاونته، فرح المغاربه، خرجوا من الزنقه، خرج عاهد البلاد للزنقه بطوموبيلتو فرحان مع الناس. سي بو. ولكن كيجي واحد لو ديكلان، الانسان راه ما يدوم وجه الله صح. الانسان ما غاديش يبقى دائما هو راه غادي يجي واحد النهار خصو يمشي، غيجي واحد اخر، يمكن يرجع واحد النهار بوتيت، راه ما تعرف الكره هي هذه. ولكن انا كنشوف، انا فرحان انه هاد لي جون خاصهم يكملوا. ماشي راه شحال ديال لي جون قتلنا قبرناهم، لي جينيراسيون، شحال ديال لي جون داو دي تيتر، يمكن ما كانش شامبيون دي موند، بزاف ديال الزوينين اللي داو لي جون ديالنا، ولكن ما بقاوش كيبانوا فين مشاو. لانه بقينا محتكرين على دي جوور اللي راك شفتي هذوك الناس اللي داروا لا كوب دي موند، داروا بون كوب دي موند، راه من بعد لا كوب دي موند ما بقى النص ما بقى دار والو. حتى ولينا كنجيبوا لي بليسي، ولينا كنجيبوا ناس ما قداش تلعب، ولينا حنا كيبان لنا كمتتبعين دخلنا الصحبه في لا كوب دي موند. اليوم انه المنتخب الوطني المغربي غادي ناخذوه بوجهه واحده اخرى، وحنا ما كنعكسوش انه حنا ما ضد المنتخب الوطني، ما ضد الناخب الوطني، ما ضد شي واحد اللي ممكن انه يقدم كره القدم الوطنيه بهذه المستويات اللي بغيناها. والدليل في ذلك انه كنا دائما الى جانب وليد الركراكي من 2022 الى اخر اللحظات ديالو، حنا دائما كنا مع المنتخب ومع النتائج، لان ما يهمنا في اخر المطاف هو النتائج، هو كره القدم الوطنيه، هو افراح واسعاد هذا الشعب المغربي اللي كان مشتاق بزاف لهذه العمليه، وديال انه تكونوا محصلين على النتائج لا على المستوى الافريقي ولا على المستوى العالمي. وبالنسبه للمدرب هو البالماريس ديالو، النتائج ديالو، لي ريزولتا اوبتوني في الاخر هما البالماريس ديالك انت. لانهم اللي غايقولوا شنو ديتي في الاخر، راه ما تقوليش ربحت الماتش ولا ربحت هذا الماتش هذا ولا ربحت البرازيل ولا ربحت هذا، ربح اللي بغيتي تربح. راه في الاخر في السي في ديالك كيبقى البالماريس شنو عندك.
هذا هو وصلتي واحد الوقيته هو تا هو راه كان قالها، قال الا ما ربحتش هذه غادي نمشي، واخا هاد لا كوب دافريك هي رجعت لينا، حنا غادي نهضروا عليها من بعد، هي رجعت لينا، ولكن لو شونجمون. واش كتظن معايا انه هذه اللائحه ديال 28 لاعب اللي كاينه قدامنا دابا، واللي كتضم 3 ديال الحراس المرمى، 10 ديال اللاعبين ديال الدفاع، 7 ديال وسط الميدان، و8 ديال اللاعبين ديال الهجوم، هي ثابته قاره، هي اللي غادي تبقى، او غادي ننتظروا تكون متغيرات اخرى وبروز هذه الشهور عناصر ما يقدرش يقول لكم غادي نخليها الحل ديفينيتيف. غادي المدرب غادي يقول لك انا فتحت وغادي نشوف، لانه حنا كل واحد فينا غادي يبان ليه. انا نعطيك مثال بسيط، انا في حراس المرمى فينا هو التقناوتي اون سوبر فورم، التقناوتي شنو داير؟ 50% ديال النتائج ديال الجيش الملكي حاليا سي التقناوتي. انا كنت كنشوفوا دابا في هذه اللائحه هذه، حنا فرحنا لو روتور ديال الحريمات، هذيك هي الفرحه الكبيره كاع. غادي نجيو الحريمات وغادي ناخذوا له وقت طويل، لانه يستحق لانه يستحق، والنتائج اللي قدمها لا مع الجيش الملكي ولا مع المنتخب المحلي ولا مع المنتخب في البطوله العربيه كلها تعطي بانه مطالب ديال الشعب المغربي في مرحله من في محطه من المحطات طالبات باش انه الحريمات خصو يكون، غادي نرجعوا له، غادي نخصصوا ليه واحد الجزء مهم جدا، غادي نرجع ديك الجوانب التقنيه. المنتخب الوطني المغربي في ظل وليد الركراكي كان مبرمج 2 ديال المباريات، يعني في اطار لي جور ديال لا فيفا، هو انه عنده 2 المباريات، وحده غادي تكون نهار 27 في الشهر ضد الاكوادور، والثانيه غادي تكون نهار 31 في الشهر ضد الباراغواي. شنو قراءتك لهذا الاختيار؟ لانه هذا الاختيار دابا اليوم مع محمد وهبي بحال يلقى قدامه شي حاجه وخصو يديرها، هو كينفذها. لو بلانينغ محطوط قدامه، ما عندهم يبدل فيه هو. انا اللي ما فهمتش بكل صراحه، خدينا جوج ايكيب من بلاصه واحده، لا ميم ايكول، ليكول سود امريكان لاتينو امريكان، وحنايا عندنا ماتش مع الهايتي، عندنا البرازيل، داكور نفهم، الو حنا المغاربه ما محتاجينش نديروا الماتشات باش نلعبوا البرازيل، ما كنلعبوا بحالهم. حنا الناس اللي يكون برازيليين، عندنا المنتخب الثالث هو اسكتلندا، وعندنا اسكتلندا، وعلاش ما نشوفش فرقه من الامريك اللاتين وفرقه من الانجلو ساكسون؟ كيفاش كتشوف هاد 2 المباريات اللي بقات لهم يومين ولا 3 ايام باش غادي يتلعبوا وعلاش ما لعبناهمش في المغرب؟ سؤال اخر مرتبط، حنا غادي نلعبوا الماتش الاول في اسبانيا، والماتش الثاني غنمشيو نلعبوه في فرنسا، وحنا عندنا المركب مولاي عبد الله والناس كتنتظر والناس تيران دو موند. هو مولاي عبد الله لو نيميرو 1. قالوا كنعرضوا على الباراغواي جينا، غتقولي لي جوور في الاوروب، ولا الاوروب حنا بيننا وبين الاسبان ساعد المكانه في الطياره. اللي غيجيبوا من الاسبان يجيبوا من المغرب، يمكن كاع يشوفوا بلادنا احسن، سي لا بيبليسيتي ديالنا حنايا. نشوفوا الناخب الوطني في برنامج اخر قبل المونديال اللي يجيب لنا هذا الشيء اللي قلتي، اولا يجيب لنا المنتخب الوطني المغربي نشوفوه في الملاعب ديال المغرب، ثم ثانيا نشوفوا منتخبات اللي غاديه تكون قريبه لو جو اللي غادي يتمارس مع البرازيل كيف ما قلتي واسكتلندا وهايتي. باقي لك ودي مود، باقي لنا سنه 3 شهور، ما يمكنش غادي نبقاو بلا ماتشات، ما يمكنش، امبوسيبل. دونك ضروري بروشين دات فيفا غادي يبان شي حاجه، لان دابا لي زيكيب اللي كيمشيو لك ودي مود كلهم كيوجدوا على فافيت، خاصو يقلب على هنا ويقلب على هنا، واللي غيلعب مع هذا خاصو لو ميم ستيل دو جو نجيبو، نتمناو على الله، لانه ما كافيش. وانت يلاه وانت عندك فرقه 50% جديده كدير لها الروداج، خاصك ماتشات، خاصك تلعبها. في ظل هاد اليومين ولا 3 ايام اللي قدامنا، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من خلال يعني المسؤولين على الوضع الاعلامي مكنونا كصحفيين وكمتتبعين من عدد ديال الانشطه والصور اللي كتوزع على الصحافه من خلال التجمع اللي كديروا اليوم النخبه الوطنيه بالمعموره. شنو قراءتك لهذا التواجد؟ اولا هذا الانفتاح ديال الجامعه اللي خضع اليوم راه كنوصلوا بعض المرات كنوصلوا ل5 6 ديال لي كومونيكي اللي كنتوصلوا بهم عبر الصور وكذا ديال الجامعه الملكيه المغربيه. واش هذا توجه جديد ديال الجامعه في هذا الاطار؟ سو دي زوبيراسيون ماركتينغ كتشوف على مود، ما يمكنش عاوتاني الناس تسد عليهم، وراك شفتي غادي نهضروا عاوتاني على لا بريزونطاسيون ديال الحوايج ديال ليكيب ناسيونال، غنهضروا على هذه اخرات كيديروا شي خرجات تسديو سوسيال لي جوغور، ولا عرض على هذوك لي زونسيان ديال واحد المدينه كيمشيو عندهم، ولا مزيان
مزيان سي تري بيان سي اون اوبيراسيون ماركتينغ. غادي نتحول بك دائما نبقاو في اطار كره القدم والمنتخب الوطني والمنتخبات الوطنيه. اليوم كنشوفوا جميع الفئات السنيه، اليو 17 كتلعب في البطوله ديال شمال افريقيا، كنشوفوا المباريات ديال اليو 23، كنشوفوا المنتخب الاول كذلك، كنشوفوا باقي المنتخبات. شنو يعني هذا التوجه اللي غادي فيه بلادنا، وخصوصا انه راه كاينه اداء ونتيجه من هذه المنتخبات ديالنا ديال الفئات السنيه. البارح راهم انتصروا على منتخب تونس، عندهم مباراه في شمال افريقيا باش انه يفوزوا بهذه البطوله مع الجزائر. دونك هذا التحول وهذا الاشتغال اللي كاين راه كيعكس واحد التوجه ديال بلادنا باش انه نعطيو القيمه لكره القدم. صراحه مشينا بعيد في الفروق الوطنيه. غير هو غادي ندير لك واحد المثال شويه. ما حنا بحال كندير واحد المقارنه بين جوج ديال السرعات ديال لي تاع لو تي جي في اللي هو لي زيكيب ناسيونال ولو ترا نورمال اللي عندنا داك العادي اللي كيمشي، هما الفروق الوطنيه، هما لي كلوب ديالنا. دونك السرعه اللي غادي لا مجال المقارنه، لا مجال المقارنه بين الطريقه باش غاديين بها. حنا غاديين مزيان. القجع الله يعطيه الصحه، يفي دو طريب الى في دو طريب طرافاي صراحه. تعطاو الامكانيات، يمكن جا في لابون لو بون مومون، لا بون كونجونكتور جا فيها وتبارك الله عليه، وغادي داكشي مزيان محمر وجا البلاد. صراحه صافي بليزير. حنا غاديين وهز الراس المغاربه الفوق، ولكن راه الفروق الوطنيه راه ما كاين والو. الا حيدتي دوك الربعه الفرق اللي ديما كانوا كبار، اللي هي الفرقه ديالنا بعد ذاك الجيش الملكيه الاولى والرجاء وداد شي حاجه. بركان دابا ولا سي لو نوفو فوني هو بركان. نمشيو للفرق الوطنيه. غادي نبقى معك في اخر سؤال. ما يتعلق بالمنتخب الوطني المغربي، قراءتك كيفاش كتشوف انه المنتخب الوطني المغربي في ظل 4 ديال المنتخبات من اكبر المنتخبات اللي غادي تكون، الا استثنينا فقط الهايتي اللي غادي تكون يعني متذبذبه ولا تكون في مستوى اللي اقل، ولكن ما ليس معناته انه غادي تكون ضعيفه. ما تحكر حتى واحد توصي، حنا ما عارفينش لا هذيك اللي كتلعب، ولكن انا جو تريز اوبتيميست بالنسبه للفريق الوطني. دائما كنت اوبتيميست. تبارك الله دوك لي جون المغربي في دوك المناسبات الكبار كيولي حاجه اخرى بكل صراحه. سو ترونسوند كيولي حاجه اخرى. وانا شو تريز اوبتيميست، ما نكذبش عليك. ان شاء الله لا كاليفيكاسيون للدوزيام تور ما نظنش واش غادي، وربي يسهل في الطريق عاوتاني كيف سهل في سميتو. علاش لا؟ لو كوراج لا برافور دي ماروكا معروفه. لو ماروكا سي ان كومباتون. المغربي راجل يتقاتل. المغربي هذه معروفه. هذه بغض النظر على اي حاجه بيناتنا كتوقع، ولكن حنايا برا ولا قدام البراني ولا قدام هذه كنوليو حاجه اخرى وكنوليو سوليدير. انا غير ملي كتشوف ذاك الجمهور واش في قطر بحال راك خلع في الدار البيضاء. ودابا ماشي حنا اللي كنقولوا خاص تشوف انا كنتبع بزاف لي ميديا فرونسي كيفاش كيقول لك راه ما يحسبلياش انا هذاك سمعت ديك النهار لك واحد لو جوور بلج شتا ديرنييرمون في سميتو في لي ريزو سوسيو كيوري لصاحبو ولا كاين معلقه في الحيط قال لي دابا لعبنا ضد المغرب كيدير انا كاين خاص تشوف ذاك الجمهور. ما حنا ماشي في قطر، حنا في المغرب لاعبين. لا المغربي لا الجمهور ولا لو سيبورتير المغربي ما تخافش عليه في هادشي. كيكون في المستوى في لي كرون مومون. نتمناو من الله انه في هذا التفاؤل وبهذه اللغه المتفائله جدا انه المنتخب الوطني المغربي يعطينا ديك الصوره في شهر 6 المقبل، باش انه المنتخب الوطني المغربي على الاقل غادي يدوز للدور الاول باش يعطينا شي حاجه اكبر، لانه المطالب هي كبيره جدا وحنا طموحات المغاربه كثيره. ولكن بالمقابل ديال داكشي النتائج ديال قطر راه كتفرض علينا انه ما بقاش عندنا الحق المستوى ونعطيو الله يعطيك الصحه باش انه تكون عندنا نتائج اقلها نمشيو لي ديمي فينال ديال لاكوب. هزينا لابارطري لان لابارت هزات هزيناها الفوق وما عندناش الحق نجيو قل من داكشي هذا. نمشيو لو ماكسيموم والحمد لله نمشيو لو ماكسيموم. وهكذا غادي نكونوا هنا الجزء الاول متعلق بالمنتخب والاستعدادات ديالو والناخب الوطني السي محمد وهبي واختياراته ديال هذه اللائحه هذه اللي اختارها اللي فيها 28 من اللاعبين. ممكن انه غادي تكون فيها تغييرات مستقبلا، ممكن انها تطعن باسماء اخرى، ممكن انه تكون تراجعات على مستوى لاعبين وحدين اخرين. غادي نبقى معك دائما مع المنتخب الوطني المغربي. انتهت كاس افريقيا في 18 من جونفيي وبقات مستمره كيف ما كنقولوا دائما انه بقات مستمره بنتيجتها النهائيه، لانه الى حدود الساعه ما يمكنش نعتبروا انه لا فينال ديال لاكوب ديال لاكوب دافريك ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب السنغالي عطات النتيجه النهائيه. ما
مع العلم انه الحكم اللي صدر لصالح المغرب من محكمه الاستئناف الافريقيه اعطت الحكم لصالح المغرب، واعطت انه كاس افريقيا تكون لفائده بلادنا. يمكن هذا الشيء غادي يتطور في هذا اليومين اللي قدامنا باش انه يمشي للطاس على اساس انه يزكي هذا الطرح هذا. كيفاش قراءتك انت؟ اولا لهذا كاس افريقيا اللي تنظمات بلادنا بريميرمون كيفاش كتشوفها، ثم ثانيا نوصلوا لهذه المرحله هذه ديال كاس افريقيا في نهايه الاطول عبر التاريخ. المهم هانئا لنا كاس افريقيا رغم كيد الكائدين، لانه من نهار تعلم ان المغرب غيدير لك كوب دافريك وحنا كناكلوا العصا في الظهر، ولكن المغرب اللي توجور سوليد. فهمتي؟ ما قديش على التيرانات، ما قديش على هادي، ما قديش على هادي، ما قديش كاع الشيء اللي كيعاودوا هاد الناس اللي حدانا على هاد الجيل. ولكن المغربي كنقول لك المغربي ما كيعجبك المغربي في لي مومون دو كومبا، المغربي ما يقدر حتى واحد. انا شويه فيير دو ما ماروكانيتي دي ماروكان بكل صراحه، رغم مشاكلنا بيناتنا هذه ما نهضروش عليها. لا كوب دافريك سيتي غرانديوز، سيتي كوب دي موند، سيتي كوب دي موند على جميع المستويات، على جميع المستويات. وفي هاد جميع المستويات وهذاك المسائل ديال لا سيكوريتي والمسائل ديال هذه راه هما اللي عطاو المغرب ملف صحيح اللي غادي يدير الطاس. هو قال لي بالقجع على بغيتو نمشيو للطاس يقدر انا ولا في القدم ولا في الطاس، ما عندناش مشكل، مولفين المحاكم نمشيو للمحاكم. كاين وراه غيبان داكشي هذاك، لان داكشي كلشي مقاد، كلشي موثق، كلشي بانه كان الناس داروا كلشي باش يخسروا لنا العرس ديالنا. فهمتي؟ داروا كلشي اللي قدوا عليه واللي ما قدوا عليه، ولكن المغربي بقى دائما كبير. والناس اللي كتفهم اوروزمون الناس كتفهم تبارك الله، الناس بعقلها عارفه شنو كاين. لا كوب دافريك لانه النهار ذاك المشكل ديال ديك اللحظه هذيك، لانه حنا ما فاهمينش بان حنا عندنا عادات ديالنا، عندنا طقوس ديالنا، عندنا الناس ديالنا كنحترموهم، لان ما غاديش نديروا الفوضى قدام ان برانس، قدام ان برانس ديال البلاد ديالنا حنا والملك ديالنا كيتفرج. نديروا ما نديرش الفوضى، المغربي ما كيديرش الفوضى، ولكن كاين القانون. هاد الناس ما عارفينش قانون، راه تيقول لك عندك شهرين. هذا القانون اللي جبتيه دابا عندنا جوج ديال ثلاثه ديال الفصول اللي تعتمدات في الاستئناف، هو 82 و 83 و 84، واللي من خلاله صدر الحكم ديال الاستئناف الافريقي باش عطى الحق للمغرب، لانه المنتخب السنغالي اكبر خطا دار في حياته هو المغادره ديالو ديال الملعب، ديال ارضيه الملعب. كان مشكل كبير ديال الاربيتر حتى هو ما قدش، لانه الاربيتر في الاخر قال لك قالوا لي ما تجبدش لي كارطون، حيت الا جبدتي 4 الكارطونات دوك 6 ولا 8 اللي خرجوا غادي تجري الفرقه كلها غادي تصفر. دونك ملي ما شديتها ما كانش هي هذيك. دونك المغاربه داروا القانون، هما الناس ما عارفينش. دابا الناس كيف تنقولوا بالعاميه واسمح لي كيهللوا. انت خرجتي عندنا اللي كتحط لي بروسيدور داكشي اللي كيدار في المحاكم ماشي بحال الهضره ديال المحكمه، ماشي الهضره ديال الناس العاديين. لو لونغاج ديال لي تريبيونو ماشي هو لو لونغاج ديال الصحافه ولا ديال هذه. عندك شهرين خرج الحكم ابري 58 جور، شهرين قال يومين كاع قبل. انتم عندكم الحق، راه هما اليوم قال لك مشاو للطاس، مزيان ساو للطاس ديو الدفعات ديالكم، وغادي يطلبوا منا حتى حنا غادي ديو الناس راه موجوده الملفات ديالها. هذوك الملفات اللي قدموا لا كوميسيون ديال لاكاف راه سيرمون غادي يقدموها سميتو، راه عارفين. وراه داك راه شفتي البلاغ ديال الرئيس ديال الطاس ديال هذيك المحكمه ديال الطاس. حنا راه عندنا الناس ديالنا، حنا كنعرفوا كل شيء، عندنا الناس اللي كثير ديال الكلام اللي راج لا سواء في المغرب او خارج المغرب، انه المنتخب او الجامعه السنغاليه ما عندهاش الحق تمشي للطاس. علاش ما عندهاش الحق؟ لانه ما مشاتش قدمت الاستئناف، واليوم كنلقاو بانه الطاس سمحات لها باش انه تقدم شنو. من بعد راه كاين دي بروسيدور يداروا الناس. كيف اي عندك مشكل مع جارك في المحكمه، راه انت عندك محامي هو عنده محامي، انت كتعطي الدفعات ديالك وكتعطي الدفعات، والعداله غادي تقول الحق. وراه باين هما غير كيتعاموا، لانه دابا كيديروا دور ديماغوجي، كيتعاموا باش يسكتوا الناس وباش يسكتوا هذيك ويطلقوا لنا الناس اللي عندنا. الناس داروا الفوضى، راه بلاد سي ان بي سوفران. المغرب سي ان بي سوفران، سي ان بي كي سيفيليزي، سي ان بي اللي عنده ناس كتسميتو. نتوما درتو كتريبوا كتخربوا في هذا بيجو بحال هذا كتريبوا فيه والناس تسكت. راك شفتي شنو وقع لكل الجمهور ديال الجيش الملكي؟ ما وقع والو، سميتو غادي بهم عطلقوهم.
واش انت تريد البلاد هذه وتسب وتضرب الناس وشي في السبيطار شي هنا ذكاء، شوف معايا، هنا ذكاء ديال المغاربه في ديك لا فينال ديال لا كوب دافريك، كيف ما ذكرتي، والحضور ديال ولي العهد، الحضور ديال الجماهير، الحضور ديال الكاميرات العالميه، والامير مولاي رشيد، الكاميرات العالميه كترصد ديك لا فينال ومتبعها كل صغيره وكل كبيره. ولكن الا سمحتي لي، ولكن في اخر المطاف كنشوفوا جماهير اللي يعني المغربيه ضابطات بواحد الشكل كبير جدا، لان عندها غيره اولا النجاح ديال البطوله في بلادها، ثم ثانيا لانه نوع ديال الثقافه المغربيه اللي بانت للعالم بانه هذا الشعب هذا قادر وحامي بلاده وباغي بلاده وباغي يوصلها. كلها هذه من بين الدفعات اللي المفروض انه الجامعه الملكيه تعتمدها كصور وتعتمدها كفيديوهات اللي تقدمها في هذه المحطه الاخيره، لانه في اخر المطاف بغينا في هاد لي دو جور، في هاد لي تخوا، في هاد لا سيمين يرجع الاصل لماليه ويرجع الحق للمغاربه باش انه نجيبوا لا كوب دافريك. ديما ما خرج القرار ديال لا كافيلا ولا رجعتها فيه، هما عارفينها، حتى هما فاهمين بانه راه ما غاديش دير منا اون افير ديتا، حنا ما كنخلطوش الامور، الرياضه ما عندها حتى علاقه بمسائل اخرى. وراك شفتي كاع داك المروق هذاك، واليومين من بعد جات اللجنه وزاريه قداش هي جات المغرب كدير مسائل بيلاتيرال بين المغرب والسنغال اللي عنده علاقات كبيره. اكيد المغرب سي لو بي افريكان لو بلو بروش دو ماروك هو السنغال. وي لا سياسيا ولا ثقافيا ولا دينيا ولا دينيا راه فاس الزاويه التجاريه ما يمكنش انه المغاربه نخليو ربعه ديال الناس ديال. انا عشت لحظات مهمه مع الجاليه السنغاليه في مدينه فاس في محطات مهمه، في الوقت اللي كيجيو للزاويه التيجانيه كانهم كيمشيو يزوروا يعني مناطق اللي دينيه حقيقيه بالنسبه لهم، وكيامنوا بهذا الانتماء وهذا التقارب مع المغرب. يمكن ان كره القدم بقدر ما انه غادا تخلق هذا النوع ديال النقاشات ما بين المغرب وما بين السنغال، ولكن في اخر المطاف راه ما يمكنش يجي شي واحد اللي غادي يقسم العلاقه ما بين المغرب وما بين السنغال. مشينا انا سافرت مع الفريق الوطني ولا مع الفريق ديالي اللي هو الجيش الملكي، حتى عييت في افريقيا ما خلينا فيه نمشي. عمر ما كانت شي حاجه اغريسيف، هذوك الناس مسالمين، راه كتمشي لبلادهم وراه الناس اللي كيسافروا مع الفرق يقولوا لك عمر شي واحد يهز عينو فيك. كيدخلوا لتيرانهم كيبقاو يغنيو ويشطحوا بيناتهم، رابح خاسر وكيسالي يمشي في حاله، ما يهضر معاك ما يهضر معاه، ما يقول لك لا انت جيتي من هنا ولا جيتي من هنا. الوغ كو وقعوا دي كروشاج مع لي زالجيريان في تيرانهم، مع المصريين بعض الخطرات، ولكن مع الناس ديال لي بيي سوب ساحاريا عمرهم ما وقعوا. الناس مربيين. الوغ داك النهار شنو وقع؟ ما يمكنش. دونك هذاك الشيء ما جاش غير هكذاك باش الناس يتهجموا على بلاد. انتم شحال غادي تكونوا كانوا تهجموا على المغاربه بلاد، والمغاربه ما ساليتش، ولكن المغاربه كانوا بعقلهم. المغاربه بينوا على واحد ضبط النفس وهذه، وكاين القانون. هما ما عارفينش بانه كاين القانون، وكاين قانون دولي ماشي قانون ديالنا حنا. وانت تجي تخرب لي بلادي هنا وانا ما يمكنش. سير لفرنسا خربها ولا مع العلم ان احنا واكبنا المحطه ديال كاس افريقيا، يعني الانفتاح المغربي والتقارب ما بين الشعوب، اختيارات اللي خداها كعناوين كبرى المغرب هو كينظم كاس افريقيا. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال كاس افريقيا، وحنا على يقين وان ثقه تامه بانه المغرب في الطاس غادي تكون النتيجه هي المستجيجه اللي عطات لنا الاستئناف على مستوى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، باش نحتفلوا من جديد بفوز المغرب بثاني كاس، وغادي نخرجوا للشارع بيان سور، غادي نخرجوا مع الشعب المغربي، لانه حنا بالنسبه لنا هذه محطه غادي تكون فيها جوج ديال الربح الاول والربح الثاني. الربح الاول هو انه نعطيو لاكوب للمغرب، والربح الثاني هو انه نحتفلوا بالديمقراطيه اللي غادي تحققها لنا للطاس لفائده كره القدم الافريقيه، وغادي تكون انه للطاس عطات درس كبير جدا كيف ما عطاتو الاستئناف الافريقي، كيف ما عطى الاستئناف الافريقي للطاس غادي تعطينا هذا لو بوين هذا باش انه نعطيو الاعتبار لكره القدم على مستوى الافريقي. واخا انا بصراحه ما عنديش حتى حاجه ضد الناس ديال السنغال، ولكن باش هما ياخذوا واحد الدرس
باش ما يبقاوش يخرجوا من التيران كل خساره، لان ماشي سي با لا بروميير فوا. صح صح، وهذا درس كبير ماشي على السنغال، با لا بروميير فوا اللي كيخرجوا من التيران، راه وقت ما تيغضبوا تيزيدوا. ايوا الى طون باش لا، وهذا درس مهم جدا ماشي فقط للسنغال، هذا درس للعالم، لان لاحظنا من بعد منها مباشره الناس خرجوا في مصر، الناس خرجوا في تركيا، وبالتالي تولي هذه الثقافه هذه يغضب يمشي بحاله، اللي يغضب يخرج بحالاته تما، وهذا الشيء ماشي في مصلحه ديال كره القدم. فتحيه مثلا للكونفدراليه الافريقيه في شخص كيف ما قلت الاستئناف، تحيه لطاس من الوقت اللي غادي يصدر الحكم ديالو اللي هو غادي يكون حكم في اتجاه ديال ليس فقط المغرب وانما لانصاف كره القدم على المستوى الافريقي. بغيت نشكرك السي عمر بزاف على هذه المعلومات اللي تبادلناها وتقاسمنا بيناتها. اخر محور غادي نهضروا فيه هي كره القدم على مستوى الفرق الوطنيه، وغادي نحدوها بجوج ديال الفرق. فريق الجيش الملكي اللي تمكن باش انه من بعد التعادل اللي حصل عليه في الرباط باش انه يرجع من القاهره بنتيجه مهمه جدا. الفضل فيها كان اللاعبين ديالو، على راسهم اللاعب حريمات، لانه بغينا نهضروا عليه ولو غارديان دو بيت. ثم فريق ديال النهضه البركانيه اللي غادي حتى هو نفس العمليه اللي في الانفاس الاخيره قدر باش انه يرجع ويعطينا دومي فينال خالصه مغربيه 100%. لا بركان ولا الجيش الملكي، انا كان حسب وجهه نظر ديالي بيان سور الناس غاديين كيف تنقولوا حنا بخطى ثابته غاديين بشويه. الجيش الملكي الصحوه الجيش الملكي بدات هذه واحد 3 سنين 4 سنين وغادي بشويه كاينين ولكن كما بغى يكون الحال غاديين بثبات، غادي بشويه ما كيزربوش ما كاين هذه بحال البركان. حتى بركان حتى هي غاديه فرقه منظمه غاديه على قدها، ما نبقاوش نهضروا اكثر من القياس. الناس راه كتبقى تهلل، الناس عندهم مسائل ديالهم غاديين بهم على قدهم وغاديين مضبوطين. كيفاش شفتي هذاك التحول اللي خلقوا الجيش الملكي من بين المباراه ديال الرباط اللي كان فيها تخلعنا صراحه والمباراه ديال الروتور؟ انا نعطيك مثال بسيط. ضد الوداد ديك النهار داروا لو ماتش دو لاني، سي لو ماتش ريفيرونس. وي اللي بغى يتفرج في شي ماتش ريفيرونس يجبد ذاك الماتش يتفرج فيه. عمر كان ضروري انه الانفتاح ديال الجيش على مدارس اخرى، انفتاح على شباب اخر باش تعطى هذه الفرص هذه باش انه تكون الجيش المدرسه ديال لي هي راه من المدارس المهمه في بلادنا. راه من 85 86 انا حضرت ليها. راه بروميير ايكول راه قبل ما تكون الاكاديميه محمد سيد، اللي قبل الفرق الاخرى ما كانش عندهم كاع نهائيا. خاص داك البرودوي يبان، خاصو يبان. راك شفتي دابا الوليدات اللي كاينين العدد منهم ديال ليكول مزيان. وي وما دابا مثلا اللي كنسمع لا كريتيك على واحد لو جون اتاكون اللي كاين في ليكيب ديال فار، دابا انا ما كنبغيش نسمي السميات، راه سنا برودوي ديال لي فار. ما خصكش تعيب السلعه ديالك، غادي يتعلم غادي غنعطي جودهم دي زوكازيون. واخا انايا ما نجرك باش تهضر على بركان وتهضر على الديمي فينال. انت راه عندك شي حاجه في دماغك سميتها الجيش الملكي، لانك عشتي معها محطات مهمه، سافرتي معها حياتي. بيان سور انا حاسس بهذا الشيء، ولكن غادي نعاود نرجعك البركان ماشي البركان، غادي نرجعك لا ديمي فينال. صراين فات كيفاش غادي تشوف نتايا؟ لانه جوج ديال الفراقي اليوم مع الاسف غيمشي فيهم واحد، مع الاسف غيمشي فيهم واحد كيف وقع في الوداد مع اسفي. كنتاسفوا بغاو يمشيو بعيد، ولكن كاين الناس كيقول لك على الاقل غادي تكون عندنا ايكيب ماروكان في لافينال. لا دي سي سور كاينه في لافينال، واخا اونتر ما كنروحش الفرقه ديالنا بحبنا اللي كيبي، ولكن حتى بركان الفرقه كنعطفوا عليها صراحه هي هذه، لان الناس محترمين. صح بكل صراحه ناس محترم، ما كتشوف فيهم غير الخير، ما ناس على قدهم ما كاينش بكل صراحه. ونتمنوا الخير للجميع، واخا انا بغيت الفرقه ديالي. نتمناو من الله الفريقين بجوج ديالنا، لا فريق الجيش الملكي ولا كذلك الفريق بزاف يمكن مازال هو حريمات ولا النهضه البركانيه. وحنا غادي ننتظروها بشغف كبير. اليوم 11 غادي تكون المباراه ديال الذهاب اللي غادي يحتضنها مركب مولي عبد الله بالرباط، واللي بكل تاكيد انه غادي تجر الالاف من الجماهير اللي غادي تجاوز 60,000 وغادي نشوفوا الملعب ديال مركب مولي عبد الله مملوء عن اخره من الجماهير ديال الفريقين ومن الجماهير المغربيه، لان الامر يتعلق بجوج ديال الفرق، وغادي يكونوا جوج ديال الفرق مغربيه مهمه.
بغيت نختم معك السي عمر هذه الحلقه المتميزه، ونشكرك بزاف لانه انت كتكلم وكتكلم من قلبك، وكتكلم على غيره كبيره على الرياضه الوطنيه، على كره القدم، على الفرق المغربيه، على المنتخب الوطني. وجرت العاده انه في البرنامج ديالنا انه نشوفوا اسم من الاسماء. بغيتك تهضر لي اليوم على اللاعب حريمات، لان حريمات انا بغيت نخلي لك حتى الاخر، كان بطل في محطات مهمه، واليوم هو من الابطال اللي اسسوا هذا الجيل الجديد ديال فريق الجيش الملكي. والتحاقه بالمنتخب الوطني المغربي ما جاش هديه او صدفه، وانما انطلاقا من مجهود اللاعب نفسه باش يعطي الخريطه ويرسم الخريطه الطريق ديالو الى جانب النخبه الوطنيه. في اخر كلمه، اخر كلمه وختامه مسك. وانا نفرح انه في الاخر نهضر على حريمات. سي لو مايسترو، سي اون سورت ان اوتر تيمومي. انا شفتها في الطريقه ديال اللعب ديالو، لا كلاس وبالشويه وما كيزربش ولا كليرفويونس. سي ان بريزيليان كي يمكن يعطيك يغمض عينيه ويعطيك الكره، وسعدات اللي كيلعب معاه واللي غير لما ما يكون داير حريمات دابا il forme le meilleur milieu de terrain في المغرب. هما دوك الثلاثه ديال لي فار ولا اربعه من وسط منهم حريمات. هذا هو لو بوان فور ديال لي فار، هو لو بوان هو لا لين ميديان ديالها. ومع الاسف كون يجيبوها ان اريير ضربوا ويردوا لك الماتش حداه، غادي تشوف الكره كيفاش داير. غادي تفكرك في تيمو يدحان هيدامو، لا ميور تريبليت اللي دازت في البلاد من بعد القديمه ديال عزوز الله يشافيه ورمضان والمرحوم الاخر ديال الاستاذ معروف مشات الاسميه ديالو. قلت لك حريمات سي ان مايسترو. حريمات انا جو مانكلين قدام حريمات. وحريمات من الامور اللي خلاني انه واحد الوقيته الناس يتحملوا على الركراكي سي لابسونس ديال حريمات. علاش داك لاشار نمو على حريمات؟ حريمات دابا خصو يتقرا عليه انه ذاك الولد في كورونا كان جالس. هذاك الولد كان شومور في كورونا مسكين، لانه درتي ليه مشاكل. وصدق حريمات دابا هو لو ميتر جوي في ليكيب ديال فرنسا، سي لو مونور دو جو ديال، وغيكون لو مونور دو جو ديال ليكيب ناسيونال. نتمناو من الله حريمات وكل الابطال المغاربه يعطيونا الصوره الحقيقيه. بغيت نشكرك بزاف السي عمر حيدر على حضورك، المحلل الرياضي، على حضورك الى جانبنا في هذه الحلقه اللي كانت متميزه على قناه ار تي في سبور وبرنامج الاستوديو التحليلي. كنت ضيف كريم معنا وعطيتينا فرصه باش انه نتناقشوا معك في كل القضايا. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقة هذا اليوم، إلى الحلقة المقبلة بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم.